مساء الخير، مع حضراتكم هيثم شادي رئيس لجنه الكورفبول في مصر تابعه للاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه. يمكن احنا النهارده في لقاء ودي تحت تنظيم نادي بيريميرو. لعبه الكورفبول هي لعبه شبه لعبه الباسكت. احنا لعبه هولنديه من 1902 موجودين على مستوى العالم. اللعبه دخلت مصر تحت شعار الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه. يمكن الدكتور احمد بكري رئيس الاتحاد المصري اجتذب اللعبه في سنه 2021 بعد تاسيس الاتحاد بسنه، والحمد لله بقينا عضو في الاتحاد الدولي وموجودين وبننافس. في الفتره اللي فاتت اتعملت يمكن السيزون اللي فات كميه بطولات كبيره جدا تخص الكورفبول في مصر، وكان من اقوى البطولات كانت بطوله كاس مصر. السنه دي احنا الموسم الثالث. الحمد لله موجودين في القاهره وفي اسكندريه وفي صعيد مصر وفي البحر الاحمر. اللعبه عباره عن لعبه مشتركه ما بين الولاد والبنات. الفريق احنا عندنا 3 انواع. النوع اللي هو الكورفبول العادي اللي هو 8x8، والكورفبول الشاطئي، وعندنا الميني كورفبول. يمكن اللعبه اللي احنا بنلعبها النهارده الكورفبول 8x8 هي دي اللي بننافس عليها، وان شاء الله بنعمل اعداد لمنتخب مصر للكورفبول، لاول منتخب هيتشكل ان شاء الله في الفتره اللي جايه. بنحاول ان احنا نطلع باللعبه بشكل كبير، وبتساعدنا الانديه وتحت طبعا رعايه وزاره الشباب والرياضه. شكرا لحضراتكم.